السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا أصدقائي في درس جديد من دروسنا الرياضيات. اليوم إن شاء الله رح نشوف موضوعنا اللي هو تقريب الأعداد الطبيعية. نحن بنتذكر حكينا عن الأعداد الطبيعية كيف بنقرأهم، مثلا إذا أعطاني بهذا الشكل عدد نحن كيف بنقرأه، حكينا عن هذا الموضوع بالدروس الماضية. طيب اليوم رح نشوف تقريب الأعداد. مثلا إذا قلت لكم بدنا نقرب لأقرب 10 لأقرب 100 بهذا الشكل، كيف رح نعمله؟ رح نشوف إن شاء الله مع بعض بهذا الدرس. ولكن قبل ما نبدأ خلينا نتذكر مع بعض من الدروس الماضية، أو مو الدروس، من الصفوف الماضية يا أصدقائي، كيف نحن كنا نقرب الأعداد. مثلا إذا عندي العدد 22 يا أصدقائي، قلت لكم بدي تقربوا لي إياه لأقرب 10. هو منطلع وين موجود هذا العدد؟ بين 20 وبين 30، أقرب لمين؟ أقرب لل20 أم لل30؟ هلا لل20 بحتاج خطوتين أرجع لورا، أما لل30 نتقدم ل8 خطوات. طبعا الخطوتين أقرب إلنا، وبالتالي بنقربه لل20. أو مثلا كان عندي 104 كم نقول 46، خلينا 146. إذا بدنا نقربها لأقرب شو مثلا؟ لأقرب 100. هل يا ترى أقرب لل100 أم أقرب لل200؟ كيف بنعرف هذا الأمر؟ بنقول 40 هي أقرب لل100 لأني بنرجع 40، أما ال200 بدها لسه في إلى يا أصدقائي أعداد لسه كتيرة، وبالتالي بنقربها شو؟ لل100 يا أصدقائي، بنقول بنقربها لل100. طيب هاي إذا حسبناها بالحساب، ولكن نحن طبعا بتتذكروا كان بوقتها بنحكي إنه في عنا طريقة سهلة وبسيطة جدا. إذا بدنا نقرب لأقرب 10 بنطلع على الآحاد. وقت بدي أقرب لأقرب 10 انتبهوا على شو بطلع؟ على الآحاد. إذا هو 1 2 3 4 نبقى بالعشرة اللي نحن فيها اللي هي هون 20، بقينا بالعشرين. مثلا هون كمان بدي أقرب لأقرب 100، وقت بدي أقرب لأقرب 100 بطلع على الخانة اللي بعدها. ننتبه، إذا بدنا نقرب لأقرب 100، عفوا خلينا نقول الخانة اللي قبلها مشان ما نتخربط. اللي قبلها هي العشرات، وبالتالي بطلع إذا عندي إياها 1 2 3 4 بنبقى بالمئة اللي نحن فيها، اللي مثل ما هون شايفين. وبهذا الشكل رح يكون عنا بإذن الله أي عدد رح نقربه رح نعمل هذا الشي. أنسى بس أنت عطيتينا أعداد سهلة، الله رح يعطينا أعداد مثلا مؤلفة من 5 أرقام. هل هذا الشي رح يختلف علينا؟ لا أكيد، هلا رح نشوف مع بعض. مثلا طبعا أعطيني هون سؤال بسيط وسهل، قايلنا هذا العدد اللي هو 1390 مقربا لأقرب 100. تمام، بدنا نقربه لأقرب 100. وتبقى لنا بدي أقرب لأقرب 100، إنه دايما بناخد الخانة اللي قبلها اللي هي رح تكون عنا العشرات. إذا كان عنا إياها 1 2 3 4 شو قلنا؟ بنبقى بالمئة اللي نحن فيها، ولكن هي هون شو 9. إذا كان عندي 5 6 7 8 9 شو بنعمل؟ ننتقل فورا للمئة اللي بعدها، يعني بعد ال300 400، معناها رح يكون عنا الجواب 1400 يا أصدقاء. وبهذا الشكل رح نحل أي سؤال بيجي عنا، الأمر جدا سهل وبسيط. خلينا نشوف مثلا هون عنا العدد كم؟ عنا العدد 2137، بدنا نقربه لأقرب 1000. طيب طلعنا على هذا العدد مثل ما حكينا بأول درس، بدنا نقرب لأقرب 1000 بطلع على الخانة اللي قبلها على المئات. طلعنا هون عنا واحد، نحن كان حكينا إذا 1 2 3 4 بقينا بالألف اللي نحن فيها. لا، عنا 5 6 7 8 9 ننتقل للألف اللي بعدها. هون عندي واحد، معناها رح أبقى بالألف اللي فيها، يعني هي أقرب لل2000 من ال3000. أصلا إذا حطيناها مثل ما شايفين بهذا الشكل، أكيد رح يكون هون عنا ال2137 أقرب لل2000 من ال3000. شوفوا أصلا فورا فينا نشوف الفرق موجود عنا هون. وأي عدد رح يعطينا إياه رح يكون بهذا الشكل، مثل ما شفتوا مثل ما حكينا بأول الدرس بشكل مختصر جدا جدا. قلنا إذا بدنا نقرب لأقرب 1000 نطلع على الخانة اللي قبلها، نقرب لأقرب 100 نطلع على الخانة اللي قبلها، وبهذا الشكل. طيب هون حاكي لنا مثل ما شايفين الخطوات، خلينا نشوف نحن هذا المثال.
قرب العدد 3,482,137 إلى أقرب 100,000. هلا بدي منكم أنتوا تفكروا معي، وين 100,000؟ أنسى نحن أخذناها بالدرس الماضي، الآحاد، العشرات، المئات، الآلاف، وهون عنا عشرات الآلاف، مئات الآلاف، صح؟ بدنا نقرب لأقرب 100,000، ولكن نحن على أي خانة بنطلع؟ على اللي قبلها، يعني على الثمانية. طلعنا على 8. نحن قلنا إذا 1 2 3 4 نبقى بال 100,000 اللي نحن فيها. لعندي مثل هون 5 6 7 8 9 شو بيكون؟ إذا ال8 معناها منقرب لل100,000 اللي بعدها، يعني رح تصير 3 ملايين وكم؟ 500,000 مثل ما شايفين هون. وبهذا الشكل رح نكون نحل أي سؤال عنا بشكل جدا سهل وبسيط. طيب أعطيني عدد جديد، قرب هذا العدد لشو؟ لأقرب مليون. كم العدد اللي عاطينا إياه ونطلع عليه 3,582,137. طيب بدنا نقرب لأقرب مليون، إذا بدنا نقرب لأقرب مليون أنا على أي خانة بطلع؟ أكيد على اللي قبلها، يعني على شو؟ على مئات الألوف. طيب طلعنا 5. نحن كان حكينا إذا 5 6 7 8 9 فورا بننتقل للمليون اللي بعده، يعني بدل 3 ملايين رح يكون عندي أقرب شي 4 ملايين. طبعا نحن شو عم نعمل وقت عم أحكي لكم إنه بننتقل للمئة اللي بعدها للمليون اللي بعده؟ عم نشوف هذا العدد يا ترى هو أقرب لل3 ملايين أم ل4 ملايين. من وين بنعرف لوين أقرب؟ من خلال الخانة اللي قبله، مثل ما شايفين هون، لأنه شفنا 5 ونحن قلنا القاعدة هي إذا كان عندي 5 6 7 8 9 بننتقل للخانة اللي بعدها، لهيك قلنا أقرب لل4 ملايين. لو كان مثلا هون عندي بدل الخمسة 1 أو 2 أو 3 أو 4 رح نقول لأنه القاعدة بتقلنا 1 2 3 4 نقرب للمليون اللي قبله. وبهذا الشكل رح يكون عنا يا أصدقاء. مثلا هون عاطينا تحقق من فهمك، عاطينا بعض الأسئلة، خلينا نشوف شو قايلنا. قرب بعد القمر عن الأرض إلى أقرب 100,000. السؤال اللي بعده قرب مساحة الصحراء الكبرى إلى أقرب مليون. بتوقع بعد القمر عن الأرض عاطينا إياه كان بأول الدرس كأنه شفناه، ما هيك؟ عاطينا إياه هون يبعد عن القمر يبعد عن الأرض حوالي كم؟ كيف بنقرأ العدد؟ فورا نذكركم، نحن قلنا وقت يكون عندي عدد بهذا الشكل أول شي كل 3 أعداد بنساويهم جروب. هلا فينا نقرأه 385,920. لو بدنا نقربه شو نعمل يا أصدقاء؟ هن قايلين لنا نقربه لشو؟ لمين؟ لأقرب 1000، لأقرب 10، لشو بده كان؟ فورا نطلع إلى أقرب 100,000. خلينا نرجع نروح لهون ونطلع على العدد. أقرب 100,000، وين 100,000؟ هون عشرات الألوف، مئات الألوف. إذا بدنا نقربه لأقرب 100,000 بنطلع على الخانة اللي قبله اللي هي عنا هون ال8. إذا كان عنا 5 6 7 8 9 قلنا شو بنعمل؟ فورا بننتقل اللي بعدها، يعني بدل 300,000 رح تبقى هي رح تتقرب لل400,000، يعني رح يصير عنا شو؟ أقرب لل400,000 هذا العدد. طيب نشوف السؤال اللي بعده اللي كان عاطينا إياه. عم يقلنا وأن أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى ومساحتها تساوي كم؟ أنسى ما بعرف أقرأ العدد؟ لا بنعرف. إذا حدا عم يقول ما بيعرف بتمنى يرجع يحضر الدرس الماضي اللي هو كان عن الأعداد الطبيعية. شو كنا بنعمل؟ كنا 3 أعداد بنساويهم جروب. يا سلام، صار عندي 5,628,000 يا أصدقاء. طيب كيف بدي أقربه؟ كان عايلنا إنه نقربه لأقرب مليون. إذا عايلني قربه لأقرب مليون أنا على شو بطلع؟ على الخانة اللي قبلها اللي هي رح تكون عنا مئات الألوف. عندي هون 6 صح؟ صحيح. طيب ال6 كان قلنا القاعدة بتقول إذا 5 6 7 8 9 فورا بننتقل للي بعدها، معناها رح يكون أقرب لل5 مليون أم ال6 مليون؟ طبعا هذا العدد أقرب ل6 مليون، ل6 ملايين. وبهذا الشكل بنكون حلينا السؤال. عطينا هون تعبير شفهي، صف الخطوات الواجب القيام بها لتقريب العدد. شو بنعمل وقتنا نقرب العدد؟ حكينا عنهم بكل سؤال فينا نقولهم. طيب خلينا نشوف هذا السؤال شو عم يحكي لنا يا ترى.
استعمل مستقيم الأعداد، يا سلام هذا كتير بحبه. مستقيم الأعداد لتقريب العدد 2957 لأقرب ألف. هلا أول شي نحن هذا العدد 2957 وين موجود يا ترى؟ هسه وين موجود عنا بالبيت؟ لا أكيد منطلع 2900. وين 2900؟ هي 2600 700 800 957 يعني فينا نعتبره هون العدد عنا يا هون يا أصدقاء 2957. طيب برأيكم لوين أقرب؟ لل2000 لل3000؟ طبعا هو أقرب ل3000، لهيك فورا فينا نقول إنه هو الأقرب لهون. طيب استعمل مستقيم الأعداد لتقريب العدد 5,856,375. شو بنعمل يا ترى؟ الأقرب ألف عم يقلنا، ننتبه لشو بده. وين الألف؟ هون أحد عشرات مئات، الألوف هون أنا عشو بطلع؟ على المئات. هلا أول شي خلينا نطلع وين موجود هذا العدد يا ترى. 56,375 هون 400 ما هيك؟ هون عندي معناها وين لازم يكون؟ إذا قلنا هون 56,000 تمام، قاسم لي إياه بهذا الشكل 100 200 300 400 تمام. 100 200 300 هون هو معناها عنا يا 375 كمان، حتى معناها فينا نلاقي العدد وين يا ترى؟ فورا نأشر عليه، ثواني فورا نأشر عليه. هون عنا إذا كان حسبنا حتى أكتب لكم، إذا كان عنا هون مو أصلا هون 856,000 عند لحد هون نفس الشي صح؟ ونحن أصلا 856,000 375. إذا قلنا هاي هي 100 هون عندي 200 معنى هون رح تكون 375,000. طب ولكن بلاحظ إنه هون إذا كانت 300 تماما بدايته وهون 400 معناها 375 وين بتكون؟ هون تقريبا، لأني مالت 350 أقرب لسه لل400. لذلك شو رح أعمل؟ فورا بناخد هون هيك من وين نأشر؟ هون بهذا الشكل على 375 حطيناها هون. طيب يعني هون هو العدد 5,856,375. لو بدنا نقربه لأقرب ألف منطلع يا ترى هو أقرب 856,000 أم 857,000؟ طلعنا وين أقرب؟ أكيد لعند هون يا أصدقائي اللي هو 56,000، معناها رح نبقى فيها، وبالتالي بهذا الشكل نكون حلينا السؤال. أصلا نحن حكينا مادام عنا الثلاثة 1 2 3 4 بيبقوا بالمئة أو الألف أو العدد اللي نحن عم نقربه، هون مادام عندي ألف بيبقوا بالألف اللي هن فيها، وبهذا الشكل نكون حلينا السؤال. يلا ننتقل للي بعده. قرب كل من الأعداد الآتية إلى أقرب ألف. كيف بنقرب لأقرب ألف؟ على شو بدي أطلع سؤال إلكم؟ أنسى أكيد على، فورا أخذ القلم الأزرق تعودنا عليه، على المئات. هون إذا عندي صفر خلص بتبقى بالألف اللي هي فيها، معناها بيكون شو هذا العدد؟ ب1,523,000. بهذا الشكل رح نقربها. هون عنا بدنا نقرب لأقرب ألف منطلع على المئات. رح إذا كان عندي 5 6 7 8 9 شو بنعمل؟ ننتقل فورا للألف اللي بعدها، يعني هون 7,932,000 رح تكون عنا؟ لا أكيد قلنا بننتقل للألف اللي بعدها 7,933,000 رح يكون عنا. هلا بنطلع عنا هذا العدد كمان بدنا نقرب لأقرب ألف، معناها بطلع على المئات. طلعنا هون عنا 7 وقلنا نحن إذا كان عنا 5 6 7 8 9 شو بنعمل؟ فورا بننتقل للألف اللي بعده. ولكن هون ننتبه كتير كتير على هذا السؤال، لأن شوفوا شو قايلنا 999,000 عنا. إذا بدنا نضيف ألف كمان رح تصير أكيد كم يا أصدقاء؟ فورا نكتب هون 3 ملايين رح يكون عنا، فورا نكتبها هون. ليش؟ لأن ضفنا لهون واحد يعني ألف، صارت عندي هون أكيد شو؟ مليون زيادة. وبالتالي بهذا الشكل يا أصدقائي رح يكون عنا. ليش؟ لأني مثل ما قلت لكم ضفنا لأنه ألف لهون 999,000 وألف كمان صار عنا كملناهم على 3 مليون، رح يكون معناها أقرب لهذا العدد. طيب ننتقل للي بعده كمان هون نفس الشي، إذا بدنا نقرب لأقرب ألف بطلع على شو؟
على المئات. طيب أمس طلعنا على المئات، شو عاطينا إياه؟ صفر، معناها شو رح يكون عنا الجواب برأيكم يا أصدقاء؟ أكيد بننتبه، رح يكون عنا فقط رح يبقى مثل ما هو 50,000,000 و500 يا أصدقائي. بهذا الشكل رح نعمله ونكون أنهينا هذا السؤال. بتمنى إنه يكون كل شي واضح علينا. أهم شي ننتبه قلنا إنه إذا كان عنا 1 2 3 4 شو بنعمل فيهم؟ نبقى بالمكان اللي نحن موجودين فيه. ولكن إذا كان عنا 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 شو بنعمل؟ ننتقل لل100 أو ال1000 أو ال10 أو حسب ما هو قايلنا نقرب بهذا الشكل يا أصدقائي. ونكون حلينا كمان هذا السؤال وانتقلنا للصفحة اللي بعدها. وأنا عاطيني كمان مثل ما شايفين بعض الأسئلة كلياتهم رح يكونوا نفس الشكل عم يسألنا. مثلا شوفوا عاطينا هون السؤال الرابع، الرقم السري قايلنا اكتب عددا مكونا من 4 خانات يمكن تقريبه إلى 5000 مستعملا كلا من هدول الأعداد مرة واحدة فقط. بدنا نكتب عدد مكون من 4 خانات، وإذا قربته يتقرب لهذا العدد ل5000 يعني. طيب خلينا نكتب عدد ليتقرب نحن ل5000. شو لازم يكون يا أصدقائي؟ مثلا شو ممكن نقول؟ 5167. ممكن نعمل هذا الشي؟ طبعا ممكن. كيف أنسى؟ خلينا نشوف. نحن مشان يتقرب لل5000 لازم يكون عنا يا أصدقائي ل5000 شو لازم أعمل؟ لازم يكون كمان بداية هون عنا، بداية هون عنا مو 4 خانات، عندي هون الألوف كمان لازم يبدأ ب5 إجباري، لأن إذا بدأ ب4 والباقي ما هن أعداد مناسبة ما رح يتقرب لل5000. وبالتالي خاصة إنه ما عنا 9 صعب، 5 يعني أفضل تكون هون. وبعدها أنسى شو بدي حط؟ نجرب مثلا نحط 6 وهون 7 وهون 1. هذا إذا بدي أقربه لأقرب 1000 وطلعت هوني 6 عندي بالمئات رح تقرب لل1000 اللي بعدها ما رح تصير أقرب لل5000، رح تصير أقرب ل6000. لذلك أنا عم أختار الأعداد حسب شو؟ حسب يا أصدقائي إنه تكون مناسبة وقت بدي أقرب. مثلا إذا قلت لكم حطيت هوني بدل ال6 قلنا ما ممكن، مثلا حطيت 7، ال7 كمان نحن قلنا 5 6 7 8 9 شو بنعمل؟ بنقربهم لل1000 اللي بعدها. أنا بدي تتقرب لل5000، لذلك كمان هون ما ممكن. هون معناها شو بدي أحط يا أصدقاء؟ 1 أو 2 أو 3 أو 4 من هدول ما عندي غير شو؟ غير الواحد، معناها بحط هون الواحد. أنسى طيب هون شو أكتب؟ هون يا أصدقائي فينا نكتب 6 وهون 7. أنسى لا، أنا بدي أكتب 5176. هل ممكن هذا الشي؟ كمان ممكن، ما فرق. ليش أنسى؟ لأن نحن حسب يا أصدقائي مثل ما حكينا إنه إذا بدي أقرب للآلاف بدي أطلع على المئات. المئات هو عندي اثنيناتهم هون 1، معناها طبعا رح يتقرب لل5000. بهذا الشكل رح نعمله وأنا بنكون حالين السؤال. ننتبه جدا على أمرين وقت عم نقرب أي عدد. انتبه لأنا لشو عم قربه، لأنه مثلا إذا عم قربه للآلاف طلع على الخانة اللي قبل، والأمر الثاني طلعت على الخانة اللي قبل. إذا كانت عندي 1 2 3 4 نبقى بالعدد اللي نحن فيه. إذا كانت 5 6 7 8 9 ننتقل للي بعده. ويلا نشوف اللي بعده السؤال الموجود عنا. قرب كل من الأعداد الآتية إلى الخانة المكتوبة بجوار كل عدد. مثل ما شايفين هون كاتبين إياه وقايلنا قربولنا إياه حسب ما شايفين يا أصدقائي. مئات الألوف، وين مئات الألوف؟ هون عنا إياها. على شو بطلع معناها؟ على عشرات الألوف. 5 فوق شو بنعمل؟ ننتقل للمئة الألوف اللي بعدها، يعني رح تكون كم؟ 300,000 يا أصدقائي. 300,000. منطلع هون حتى نكتب 300,000 رح تكون عنا. هون بده مئات الألوف، وين مئات الألوف؟ هون طلع معناها على شو؟ على عشرات الألوف. عندي صفر، قلنا إذا 0 1 2 3 4 نبقى بالمئة الألوف اللي نحن فيها، يعني رح تكون 100,000 يا أصدقائي مثل ما شايفين. 100,000 فورا نكتب هون حتى ننتبه على الأصفار يكونوا بهذا الشكل. ننتقل اللي بعد عشرات الألوف. وين عشرات الألوف عنا؟ هون عنا المئات الألوف
عشرات الألوف ومئات الألوف. إذا بدنا نقرب لعشرات الألوف طلع على الألوف. عندي 5 معناها فورا شو نعمل؟ يلا ننتقل على عشرات الألوف اللي بعدها، يعني رح تكون كم؟ 450 ألف يا أصدقائي. بهذا الشكل رح يكون عنا. طيب إذا بدنا نقرب عشرات الألوف، وين عشرات الألوف؟ هون. عشو بطلع معناها؟ على الألوف. معنى هون رح تكون إذا عندي 5، نحن حكينا القاعدة إذا كان 5 6 7 8 9 فورا يلا ننتقل للي بعدها رح تكون 290 ألف، عفوا 290 ألف رح يكون عندي. طيب اللي بعده بدنا نقرب لأقرب مليون. أنسي هون عاطينا إذا بدنا نقرب لأقرب مليون لازم نطلع على شو؟ على مئات الألوف. طلعت 9، يلا ننتقل للي بعدها. شو رح يكون للمليون اللي بعده؟ شو رح يكون؟ مليونين أكيد يا أصدقائي، حتى نكتبه بهذا الشكل. مليونين رح يكون عنا. وآخر سؤال عنا هون اللي هو عايلنا نقرب لأقرب مليون. طيب أنسة كيف بدي أقرب لأقرب مليون؟ هلا نحن قلنا وقت بدنا نقرب للمليون ما بطلع على خانة المليون، بطلع على مئات الألوف، يعني اللي هي قبلها اللي هي هاي. هون عندي أصلا ما في مليون، هون 0 مليون صح؟ طيب طلعت 7، معناها هي أقرب لشو؟ لل1 مليون، وبهذا الشكل رح يكون عنا. عرفنا كيف حليناها؟ هي مهمة يا أصدقائي نعرف كيف حليناها. طيب وآخر شي عنا كمان هون السؤال السادس. عفوا مو آخر شي، لسه طلع عنا أسئلة. نكتب هدول على دفترنا تمام، ثم نكتب صح أو خطأ بجانب كل عبارة مما يأتي. بدنا نقارن بيناتهم. يا ترى هل هن حاطين إشارة الأكبر والأصغر بشكل صحيح أم لا؟ كيف نحن بنقارن الأعداد؟ بنطلع اثنيناتهم في إلهم شو؟ ملايين صح؟ صحيح. ونشوف كم خانة؟ 7 خانات، هون 7 خانات. طلع ببدأ من اليسار. هون عندي 4، هون عندي 4 مساوين، هون 3، هون 3 مساوين، هون 1، هون 8. ال8 أكبر، خلص معناها هون الإشارة حاطينها صحيحة. طيب عنا هون كمان بنطلع كم خانة مؤلف هذا العدد من 6 خانات اثنيناتهم. طلعت هون 5، هون 6. ال5 أصغر من ال6، كيف حاطين إشارة أكبر عليها؟ معناها بقلهم أنتم مع الأسف خطأ يا ب. وننتقل للسؤال السابع. خلينا نشوف شو عم يقلنا. هل يختلف التقريب إلى خانة الملايين عن تقريب إلى خانة آحاد الألوف؟ اشرح هذا الأمر. هل برأيكم بيختلف؟ أكيد هنن مو نفس الشي رح نقلهم. ليش عم يقلنا اشرحوا لنا هذا الشي؟ لأنه نحن دائما قلنا وقت بدنا نقرب مثلا آحاد الألوف بتطلع على شو يا أصدقائي؟ على الخانة اللي قبلها من طرف اليمين طبعا، اللي هي رح تكون عنا المئات. أما وقت بدي أقرب مثلا إلى خانة الملايين أكيد بتطلع على اللي قبلها اللي هي بتكون شو بتكون؟ مئات الألوف. لذلك ننتبه على هذا الأمر، حتى حكينا عنه قبل شوي إنه جدا مهم. بهذا الشكل رح يكون عنا مثلا عاطينا كمان عن سؤال جديد نفس النموذج تماما. يا أصدقائي الأسئلة اللي بتجي عن التقريب جدا سهلة وبسيطة لأن نفس النموذج، بس علينا نفهم القاعدة حتى نحسن نحل أي سؤال بيعطينا إياه. مثلا خلينا هون نحل أي سؤال مثلا نختاره، وخلينا نختار هذا. طلعت شو بدي أقرب؟ لا عشرات الألوف. معناها على شو بطلع؟ على الخانة اللي قبلها من على اليمين اللي هي رح تكون عندي الألوف. 5 طبعا بنتقل بعدها تماما، يعني رح يكون عندي 9 ملايين. حتى اكتبه هون 9 ملايين و200 وكم يا أصدقائي؟ و20 ألف رح يكون عنا بهذا الشكل. ليه يا أنسة؟ لأني مثل ما حكينا يا أصدقائي إنه فورا بننتقل للي بعدها. هون 1 بننتقل للي بعده 2 وبهذا الشكل. كلياتهم فيكم برأيي تحلوهم. إذا استصعبتوا واحد من بيناتهم اكتبوا لي بالتعليقات ورح رد عليكم بإذن الله. ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال التاسع. أعطينا كمان سؤال ويلا نقرب إلى إلى عشرات الآلاف. ما العدد الذي سيكتب؟ كمان فيكم تحلوه. هون كمان عندي سؤال جديد. أنتج أحد الأفران كم؟ 112,880 رغيف في الشهر الواحد. قرب هذا العدد إلى أقرب 10,000. إذا عم يقلنا قرب ل10,000 شو أعمل؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ السؤال لكم أصدقائي. إذا بده 10,000 نحن بنطلع على أحد الآلاف
يعني الاثنين. نحن حكينا إذا 1 2 3 4 شو أعمل؟ فورا انتقل عشرات الآلاف اللي بعدها رح تصير 100 وكم؟ 120,000 يا أصدقائي، رح يكون عنا بهذا الشكل. طيب معناها هسه نحن عرفنا كيف بنعملهم بهذا الشكل. قلت 120 يا أصدقائي، هون الاثنين رح تكون قلنا من قاعدتنا 1 2 3 4 تبقى باللي موجودة فيها، يعني 110,000. عفوا، حمست للرقم 2. 110,000 رح يكون عنا في الشهر الواحد. هون كمان نفس الشي، إذا بدنا نقرب لأقرب مليون بنطلع على مئات الألوف 7، فورا معناها بنتقل للمليون اللي بعده رح يكون عندي مليونين. طيب هون كمان نفس الشي، نقرب لأقرب مليون. هون مثلا كمان شو عاطينا؟ نقرب هذا العدد لأقرب مليون وأقرب 100,000. خلينا نعمل هذا السؤال الأخير، أقرب مليون شو يعني بدي أعمل؟ إذا أقرب مليون أنا شو بدنا نعمل؟ يعني بدي طلع على مئات الألوف 4. نحن قلنا إذا 1 2 3 4 شو بعمل؟ فورا ببقى شو؟ بالمئة اللي أنا في بالفئة اللي أنا فيها، يعني بال7 مليون. معناها فورا شو بدنا نكتب؟ 7 مليون يا أصدقائي. فورا رح أكتب هون 7 مليون، أكيد قدامها 6 أصفار. طيب هون عم يقلي أقرب ل100,000. وين 100,000؟ خليني حتى أخذ اللون شو يكون. هون أخذنا الأخضر، خلينا زهري. شو بعمل؟ طلع أقرب 100,000. وين 100,000؟ هون 100,000، معناها بدي طلع على شو؟ على عشرات الألوف 8. نحن كان حكينا إذا عندي 5 6 7 8 9 شو بعمل؟ فورا بنتقل اللي بعدها. معناها إذا كان عندي هون 8 شو رح يصير اللي بعدها؟ طبعا بالنسبة لمئات الألوف رح يصير عندي 7,500,000. مو كانت 400,000؟ هلا صارت 500,000 يا أصدقائي. بهذا الشكل رح يكون عنا، يعني نحن قلنا هون اللي قررنا الثمانية هي إنه نتقدم لقدام. هون الأربعة منضيف لها واحد، مال الثمانية ما لنا علاقة فيها، نحن عم نقرب مئات الألوف. وبهذا الشكل يا أصدقائي بنكون حلينا جميع الأسئلة اللي عاطينا إياها. بتمنى إنه نكون استفدنا عن هذا الأمر ويكون كل شي واضح عليكم. بالمختصر المفيد حكينا عن إنه كيف بنقرب. قلنا أهم شي ننتبه، هو أي خانة عم يقلنا بنطلع على الأبلة من طرف اليمين، وإذا كان عندي هي الخانة فيها 1 أو 2 أو 3 أو 4 نبقى موجودين فيها. إذا كان عندي 5 6 7 8 9 ننتقل للي بعدها. وهيك بنكون انهينا الدرس. بتمنى إنه يكون درس واضح عليكم. بالتوفيق يا رب، نلقاكم في درس جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.